السلام عليكم الإخوان. جرت مساء اليوم الاثنين 27 يناير 2025 قرعة كأس إفريقيا التي ستقام بالمغرب. إذا المجموعة الأولى اللي عطاتنا المغرب، مالي، زامبيا، جزر القمر، يعني مجموعة نوعا ما متوسطة في متناول المغرب. كذلك مالي، زامبيا. إذا هاد الثلاثي يمكن يمر الدور الثاني. مجموعة يعني أقول بأنها متكافئة. المجموعة الثانية مصر، جنوب أفريقيا، أنغولا، زيمبابوي. إذا هذه المجموعة كذلك الثلاثي مصر، جنوب أفريقيا، أنغولا في متناول. على أي مجموعة شوية زيمبابوي لا يستهان بها. إذا مجموعة نوعا ما صعبة. إذا غتكون المنافسة شديدة. المجموعة الثالثة نيجيريا، تونس، أوغندا، تنزانيا. إذا هذه المجموعة كذلك نيجيريا فريق قوي، تونس كذلك كيلعبوا أدوار طلائعية مهمة، أوغندا كذلك فريق يعني المفاجآت، تنزانيا أعلم فريق ضعيف نسبيا. على إن سيكون الصراع بين نيجيريا وتونس. أوغندا تنافس كذلك. المجموعة الرابعة هناك السنغال، الكونغو الديمقراطية، البنين، بوتسوانا. إذا مجموعة كذلك تكون يعني على أي هناك كاينة فرجة في هاد كأس إفريقيا. الكونغو يعني السنغال، الكونغو هي قمة المقابلة في هاد الدورة، في هاد المجموعة. بنين لا يستهان بها، بوتسوانا كذلك. إذا مجموعة كذلك نوعا ما متكافئة نسبيا. مع المجموعة الخامسة الجزائر، بوركينا فاسو، غينيا الاستوائية. هذه المجموعة هي أصعب مجموعة على ما أعتقد. هذه الفرق كلها يعني أظهرت عن علو كعبها في الإقصائيات وكذلك في المنافسات السابقة. إذا هذه مجموعة الموت أسمي إذن أصعب مجموعة، ويصعب التكهن بالمتأهلين. إذا فننتظر هذه المجموعة القوية. إذا المجموعة الأخيرة السادسة، الكوديفوار، الكاميرون، الغابون، الموزمبيق. إذا مجموعة كذلك الكوديفوار، الكاميرون لديهم ورقة التأهل، الغابون، الموزمبيق نوعا ما لم يظهر على قوتهم. إذا فنتمنى أن يكون هذا الكأس كأس المفاجآت، وكأس تكون إن شاء الله مقابلات حماسية ورائعة. السلام عليكم.